السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اليوم كما تشوفوا عنا طبخة سهلة بسيطة ولذيذة جدا، توجد في وقت وجيز. أخذنا 250 غرام من السكالوب. قطعت معها سنينات تاع ثوم، سنينة زوج سنينات ولا ثلاثة تاع ثوم. حوالي زوج مغارف كبار تاع معدنوس قطعتهم. قطع حبة صغيرة تاع بصل. أيضا هادو كامل نرحيوهم كيف كيف في الأشوار ولا واش عندك. زائد 2 ملاعق تاع لا شابلور. لي زيبيس درت فلفل كحل، كزبر، شوية راس الحانوت، ونص ملعقة صغيرة تاع كركم اللي على بالكم مفيد جدا للصحة. ما حبيتش يعني ما استعملتش كمية كبيرة، ما حبيتش ياخذ لي لون. اذا نرحي هاد المكونات كامل بالاشواط ولا واش نخلطهم شويه ثم نكمل لهم حبه بيض ونكمل الخلط. ايضا ما تنسوش الملح، ملعقه صغيره ملح. وصفه سهله بسيطه وتوجد في وقت وجيز. نكمل لهم الحبه تاع البيض. ايضا ضفت لهم ملعقه زيت، ملعقه كبيره زيت باش يجونا طرايه. نخلطوهم خلطه خفيفه الاخيره ثم نكورهم ونرمد في الفارينه. نعمل كويرات بحوالي 30 غرام إلى 25 أو 25 غرام، يعني حسب الرغبة تاعكم بالنسبة للحجم. أيضا الكمية تقدروا تتحكموا بها على حساب العائلة تاعكم، أفراد العائلة. نوضعوهم في كاسرونة نديروا فيها شوية زيت ونوضع هاد الكريات نحمرهم فيها باش تمد لنا الطعم تاعهم. إذا نحمروهم في الزيت هذه اللي وضعناها في كاسرونة، ثم نحيوهم ونوضعوا بصل، حبة بصل رابي. هاد الوصفة عملتها بالكرافس. كرافس كيما على بالكم صحي بزاف، لكن بزاف اللي ما يستعملوهش في هذه الوصفة جاء رائع. نحمس البصلة في الزيت اللي قلينا فيها الكوريات تاع سكالوب. نوضعوا قطع تاع الكرافس حميصة، نحمسوهم ايضا باضافه التوابل اللي استعملناهم من قبل. 2 سنين ثوم نربيوهم ونحمسوهم معاهم، ثم نضيف 2 كيسان تاع ماء يكون سخون. نضيف الكريات اللي كنا قليناهم من قبل، يكملوا طياب حوالي 10 دقائق ربع ساعه يكونوا واجدين. ونقدموهم في صحن تقديم كما تشوفوا روعه. نزينوهم بمعدنوس وبصحتكم.